بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. بيان توضيحي مما جرى بيني وبين محمد الجاسم أبو عمشة قائد لواء السلطان سليمان شاه. أنا عمار محمد العمر من محافظة حماة من قرية الزيارة. منذ 5 سنوات اشتغلت مع اللواء سليمان شاه وبدأت بالعمل ضمن هذا اللواء، وعملت مع هذا اللواء بكل صدق وأي مهمة كنا نشتغلها بكل صدق، مهمة خارجية أو مهمة داخلية. وصل لي 1.5 سنة في ليبيا. في ليبيا صارت شوية إشكالات، جينا على الشيخ هديد بعد 3 أيام. طبعا أبو سراج باع شاصين مصفحات وحول حق أبو عمشة، وفي 23 باعوا مو مخبر أبو عمشة بيه، وألق هو بسراج وألقت كل الدنيا. أبو سراج بتركيا يركب أبو عمشة يطلع أبو عمشة ويروح عليه على تركيا. تمام. المهم يجون من تركيا أبو عمشة وسيف يتفقون علي الثلاث إنه عمار عنده مصاري، عمار كذا. المهم طلب مني 200,000 دولار، قلت له مش ندفع لك 200,000 دولار على أساس نداوي ما نداوي. يجي علي أخوه سيف على البيت على ما أقول الله شهيد على كل كلمة أحكيها. يجي علي أخوه سيف قال لي أبرش أروح لنطلع مشوار ناكل حلوة. المهم لحاله حتى ترفيق ما معهم ولا بالعادة يعني. والله ركبنا أنا وأخوه سيف أكلنا حلو، عم نتدرج بسيارته. قال لي شو رأيك نروح نشرب متى؟ وين نشرب؟ قلت له كيفك؟ قلت روح الأمنية شغل المكيف ولا؟ قلت له كيفك وين بدك نروح؟ وصلنا الأمنية، وإلا بعد ما فتنا جوا وإلا في شي 10-15 شاب بالزاوية وعالم بيني وعالم من بيني ورا الباب. عطاني مسدسين، شدوا المسدس من صفحتي وقالوا الله، زتوا حالهم علي باقي الشباب. المهم فوتوني على السجن. جابوا اخوتي وجابوا اولادي، راحوا عليهم واحد واحد، قال لهم ابو رشا عند ابو عمشه بدي اياكم من الحديث هذا. فوتونا جوا وصار وسيله ضغط علينا، وصار لينا نهار ونهارنا ليل. كلبجونا من يدينا وجرينا، وفي اطفال صغار يعني ما يتجاوزون 13-14 سنه. اي والله. وصار وسيله ضغط. بعد 3 أيام يجي أبو عمشة وجماعة من الأمنية على الله أكبر وتكبير وسوف نذهب. قلت لهم وين يروحون هذول؟ وين يروحون ما بعرف، لوين ما بعرف. احنا فكرنا طالعين على حدا. المهم راحوا. بعد 5 دقائق يجون عناصر الأمنية طمشونا بوين رايحين ما نعرف، وإلا جايبين حب وحاطينه ببيتي. عم أسأل ابن صغير لابس نظارات ما يشوف، ولد قال لي وهذا بيتنا، وإلا مصورين عملية نسر واحد. هذول الأبطال يعني مصورين. شوف على غلة الدين عملية نسر واحد حاطينها. جايبين حب من الصيدلي ومن الطبابة. أنا وأني بالأمنية أخبر إنه جايبين حب من عند الدكتور أحمد الأمين تبع الكادر الطبي. المهم حط الحب، حط وسيلة ضغط. ساعة يقولنا أنت وبك يعني صابنا مثل بيت الأسد. إذا واحد يتكون هو واحد يقول له سبيت على الرئيس وسبيت ما بعرف شو، رجعنا مثل أولي. المهم حطنا وصار الضرب كل يوم، كل نص ساعة يطالعنا. أظافرنا قلحن 4 أيام ونحن على هالحالة. أخذ مني 1,067,000 دولار. كل يوم يجيبوا له الهاتف، ابو عمشة يدق يعطيني سيف يقول له كسره، يجيب الهاتف ندق على الاولاد، ندق
على عيالي دبري مصاري، بيع الغالي بالرخيص، لا خلى الذهب ولا خلى الشيء. المهم بانوا كل شيء عندنا، ما مشكلة. المصاري كويسة، بس المصاري وسيلة، ونحن جبنا المصاري بأمرها، المصاري ما جاب الزلمة. الحاصل حتى نسيبي كمشو، هذا هو موجود ترى، كمشو جاب خازوق وحطوا عليه زيت وصلخوه مثل أمه ما جابته، وإذا قعدوا على الخازوق يعني ندفع عنه 100,000. كشمنا تكشيم جوا، رهنا الأرض وبعنا ذهب من 25 سنة، بيعني يا على ما أقول الله الوكيل على كل كلمة أحكيها. المهم أخذ مني المصاري، المهم أخذ مني عن طريق من البيت 150 145 150 ألف، ما أخذها من الحرمة. هاي يوم كم سنة الشرطيات على البيت، شت للنسوان وشلحنهم الذهب، شلحن الذهب للنسوان، حتى الحلق قطع ندانهن وخضنه. أو على الله، ودزيت له مع أبو خلف اللي مستلم المعبر تبع الجيش الشرقية، وأني بالسجن دزوله 150 ألف. اتصلت على مرشا قلت لها تدين يبيع الغالي بالرخيص بس خلاص. وأبا العبد وكمان أخذ 180 ألف. أبو حسين تبع الأمنية بعد ما طلعنا كفلني على مصاري، رحت على الصايق، شنو عنا بعت ودينت من الصايق، ولحتى الآن الصايق لي على يدين. هذا أبو حسين اللي مستلم الأمنية مع وليد العمشي، هو ما اسمه سيف، اسمه وليد العمشي. واحد مسمي حاله سيف، وواحد ما بعرف شو، وواحد يصطفلون منهم لربهم. المهم طلعنا، ضليت شي 3 أيام. أول يوم طلعت، ثاني يوم عزمني، كان عنده المحيسني آنية، والمحيسني قد ما دز علي عالم، رحت عبد الله المحيسني كان عنده، اتغدينا. ثالث يوم كان عنده أحمد الإبراهيم المطرب، تعشينا قد ما دز علي عالم، على ما أقول الله الوكيل تعشينا بالقيادة الفوقانية. يعني بعد هالشيء صار علي ما أقدر. الإنسان كل شيء ينباع وينشرى، بس الكرامة ما تنباع وتنشرى. والله يشهد علي الله، لا أزود كلمة ولا ناقص كلمة. يعني هذا الشيء صار معي بالحرف الواحد، وتخبر كل الدنيا. المهم بعد 3 أيام ركبت العجان على أساس طالعين لهين أنا والشباب، ركبنا وقلنا الله. طلعت قعدت بجنديرس، أغراضي ظلن بالبيت على أساس يعطينا الأغراض، ما يعطينا الأغراض، ما خلي يعطينا الأغراض. قلنا له في لباس نسوان، خلي بس حرمة تروح تجيب لباس النسوان، ما فعل. قلنا له خلي حرمة تروح تحرق لباس النسوان، ما رضي. اي والله. المهم شكينا أمرنا لله وقعدنا بحالنا وما تركنا. على الصدفة واحنا قاعدين بصيدلية أبو زيد الديري، موجود وليد رعدون، لا موجود أبو حمزة وشاب ثاني معاه، يقولوا له أبو وائل من الشرقية، هذول قادات الجيش الشرقية، كنا بالصيدلية. المهم إني مر الصيدلي بشارع اليرنكوس، بالشارع الرئيسي، والله سلم حقهم، تركت بالسيارة عنده، وقف عم يشتري سندويش في الشارع الرئيسي. يجي وليد رعدون أخوه للمقدم جميل رعدون اللي استشهد بتركيا، سلم علينا، قلنا له تعال سمع على القصة. هو مو من تبع مصور، راكب أخوي من ورا وعم يصور له، مو من تبع التصوير. اي والله. تروح الشغله شي 25 يوم. هذا أنا ما نشرت عليه شي خالص. هاي الشغله هم حطوا لي اياها، وانا نشرتها لبين براءتي، على ما اقول الله الوكيل، والايام وتجيب وتثبت كل شيء. لما هني نشرت بعد شهر، يجيبون الصيدليه يحطوا له مرته وولاده عند الشرطيات، يقتلونه يكسرونه، يا تروح تدعي انه انا خاطفه، يا انه بدنا نلعن. المهم جينا ونمر بالصيدلي، ومرته لا حول ولا قوه، يجي معه 4 5 سيارات يفوتونه على الشرطه العسكريه، ياخذونه على القاضي، يضبطوا له مذكره احضار. الشغله قوه وضعف. نحن بوادي الذئاب، غير وادي الذئاب، القوي عم ياكل الضعيف، على ما اقول الله شهيد. يشتكي انه انا خاطفه خطف، ومعي شهود 1 و2 و3. بعدين مبين حتى المقطع، مبين هم مسميها مخلب النسر واحد، على اساس هم قاموا بعمليه واشتغلوا وسووا.
يتصل علي المهم الصيدلي يروح يشتكي انه انا قبله بيوم خاطر، والمقطع مبين تاريخه قبله ب 25 يوم، وقايلين له اذا ما هني راح نصفي مرتك واولادك، واخوه بليبيا شالوه. المهم يضبطون الوضع. وطبعا ابو عمشه مشتري كثير بالشرطه العسكريه، مو كل الناس تنباع وتنشر، احنا ما بنظلم حدا يا شباب، بس في الرائد عليوي هو اللي جابه، هو اللي شكاه، هو اللي راح معاه لعند القاضي. وفي ابو حميد مستلم امنيه الاحرار، اعطاه 23 وانطاه 15,000. وابو حميد انا اعرفه من زمان، من كنت قديما هناك يقبض راتب من اللواء. هاي القصه، قلنا ما في مشكله. دفشوا على اخوي، انا قاعد ببيتي ما اشتغل، جمعوا علي على البيت، وفي اطفال وفي نساء وفي دنيا، صاروا يضربونا قنابل مسيله للدموع ويضربونا بواريد وقوازف. المهم الجماعه لا خلوا، كسروا البيت تكسير، قلنا شكينا امرنا. هذول ما لهم علاقه، شنو ذنبهم؟ يعني هذول مدفوشين دفشه. بس ابو حميد ياخذ رواتب من ابو عمشه من قديم، وانا بعرف هو الدنيا، حتى بامور بعدين نحكيها. المهم سبب خلافي، ابو سراج باع شاصين بليبيا، و23 تعرف القوات الخاصه ما في معركه اللي فتها بليبيا وصوبت معركه الفروسيه، معركه الخلاطات، ابو سليم، ما في معركه المطار اخر معركه فتتها انا فت 140 واحد، ابو عمشه فات ب80 واحد، ونحن اشتغلنا شيء لله. حتى موجود ابو القاسم كان مستلم الاستخبارات وبارات، هذول المستلمين كان ابو القاسم غرفه العمليات، وما في معركه قصرنا بها، لانه نحن قلنا يا اخي اذا هو صار يعني الانسان يقول لك اشتغلنا لله، والحمد لله كل اللي راح معه 10 صوب، وعالم ماتت وعالم، الا نحن 150 واحد، واول كل معركه نفوتها اول شيء. ما في معركه، ما في تايجر اللي ضربت بينا، ما في تحاصرنا ب8 تايجرات، رجعنا الصفر تبع سلاح، راح سلاح وقال لي لا تروح، رجعت له اياه. اشتغلت من قلب ورب، اشتغلت شيء يرضي الله، وانا على طول ضدهم باللواء. يعني لما يشتغلون غلط انا ما احب الغلط، لا يشهد علي الله. بدك تتقوى روح تقوى على واحد قوي، ما تجي على عالم الله يساعد، لانه هاي مو من صفاتنا ولا من عاداتنا، وكل واحد عنده تاريخ وعنده هويه، وخلي يراجع تاريخه هو، وكل انسان يراجع تاريخه. في خيانه، والخيانه هاي وراثه ويفرجها الله. فيا اخي زلمه حد داب ودابنا، حتى 23 تعرفوا اللي باعوا بالاخر طلبوه كذا مره، حتى الشاصين عن طريق الدرع تبع التاسعه، وفي مقاطع صوت هو اللي باعهن، وانا اللي حولت حقها لعلم دار، كان هناك علم دار. وحتى حكى معي ابو عمشه قال لي الوضع مو كويس والرواتب ما حولنا له حق الشاصات، حق 23 مو خبره علم ابو سراج، راى عليه على تركيا وعلاقات التركيه جمع. المهم ابو سراج يتفق هو وسيف والشباب عليه، يتفقون عليه. اي والله. و23 تعرف القوات الخاصه كان اخر شيء مستلم جنسيس، مستلم المخابرات الخاصه، ومستلم عبد الحي. ايه واجتمعنا كذا مره، وحتى هم يعرفونه. اجن 23 اثنين، واحد استشهد عليه واحد من ديمو، يقولوا له ابو شهد، وهذا 23 ظل عندي السات وبالورق مو طالق ولا طلبه. قام قال ابو سراج انا محل قيود، انا كذا. قلنا له انا عبد مامور هناك. قمنا ركبنا، حكى مع الدرع، جا خذات درع تبع التاسعه، حطوا عنده 5 ايام، وهي المطار كله موجود وفي مقاطع. واللي بعد 5 ايام يتصل علينا ابو سراج، قال الجماعه عندي طلعوا لهم اياه الاستراد، من استلم المصاري؟ قلت لكم استلموه. قلت له انا مالي مصلحه. قال لا بدك تطلع معهم ترفيق. قلنا له تمام. طلعنا ترفيق للاستراد، دق علينا قال لنا استلمت. سلموا 23 سلمني 23 بالورق، مو ضارب ولا طلقه، كل شيء جنة اثنين، واحد استشهد عليهم واحد من ديمه وهذا الشاب.
وحتى القوات الخاصة تعرفه. قال أنا امسح السجلات، أنا ضبط في أمور ودواوين يصطفلوش شقيتهم منهم لله. فيا أخي الجماعة ما عم يتركوني بحالي والله العظيم. أخذوا 1,067,000. بيتي بتركيا خذوه. 9 سيارات وواحدة مصفحة، في لابني مصفحة كمان نفس الشيء. ولادي بتركيا صار لهم مو بتركيا، بليبيا 4 أشهر بالسجن، وما يطالعهم، حاطهم ورقة ضغط مشان يضغط علينا. والشباب انهزموا من السجن والله يسرها. فيا أخي هذا الزلم وين ما يخاف الله خاف منه. وآخر شيء سلط علينا أبو حميد، وين ما يروح يظبط أموره ويشتغل بينا، وشكيته لله. وفي أمور أكبر من هيك، في أمور أكبر من هيك غير هاي الأمور. في أمور قتل، في أمور اغتصاب، في نسوان هاوينهم بالجبل. أنا سعفت زلمهن على المشفى، أغمى عليهم جوني طايرين وقعوا. دخيلك يا أبو رشا، سعفتهم على المشافي. خير قالوا لي هيك سيف بدي اغتصب وحدة منهن، وأبو عمشة في وحدة بعدين موجودات لحتى الآن. واليوم فينا نجيبهن، اليوم فينا نجيبهن. وفي أمور قتل، وفي أمور سرقة، وفي أمور واحد قطعوه عبوه بكيس، قطعوه قطع وصفوا عالم على الطريق. وفي أمور كبيرة أكبر من هيك. والما يخاف الله خاف منه. يقلب الحق باطل والباطل حق. زلمة قوي والقوي الله. وآخر شيء ما راح يصح غير الصح. آخر شيء ما راح يصح غير الصح. العيد على حساب عالم هونهم، هذا الماخذ منه 50 وهذا 40 وقلعهم من اللواء، ولا حول ولا قوة. وهو مو سألان يا أخي، مو سألان. زلمة قوي ما يردع، ما خلينا، ما يردع يا زلمة، ما يردع هذا الزلمة. زلمة قوي، وكل إنسان آزره يفرج الله. كل إنسان آزره، حتى هلا كل إنسان آزره يفرج الله. ومن 3 أيام من شربني مقطع دزوا علي، واجتمعنا أنا وأخوه بسراج بيت جنديرس وعفرين. والله لو انهم قنبله ذريه ماني شايفهم، لا والله، ولاني خايف منهم. والله اذا حد آزرهم محرم عليه يطلع من جنديرس او يفوت او يطلع عليه. تحرم عليه فوت الجنديرس من هين وهيك يفرج الله. ما طلعوا الشباب يفرج الله معاه، لانه زلمه بقى وما فرعون ما ضل غير نصيح ابو عمشه، وربي دخيلك ما ضل بيه خالصين بس ابو عمشه. اول نروح يا اخي اني زلمه بدي ارجع الغاب، خليني اظل تحت رحمه ضرب النظام ومدفعيه النظام. انا زلمه اسكن بزيزون او بزياره بين النظام وبين السوار، خلي يضربني النظام بالقذايف اشرف ما ظل تحت رحمه ابو عمشه وامثال ابو عمشه. شيء مبين. انتبهوا على مقطع الفيديو يلي حكاه الدكتور احمد الامين، ما يعرف حاله انه عم يتصور. لا يشهد عليه الله. في قله دين، في شغلات يا شباب شي يوقفوا شعر الراس. يا معقول ما عاد حد يردعوا؟ اتركوا خيوا لحد يضربني من ورا، اعطونا لحد يضربني من ورا وانا افوت عليه. لا يغشك والله الهوبره والكذب. اقسم بالله العظيم نفوت له على القياده اليوم الساعه 5 الصبح بس يعطونا ما حد يضربنا من ورا. وفتنا له قبل هالمره وصار يترجانا ترجايه. طولوا بالكم هو اخوته يدقون علينا. والله 3 ايام نجيبهم للاولاد 3 ايام. ما عاد الاولاد قلت له صفيهم يا اخي، ما ظل عندي شيء اخسر وما ظل عندي غير هالروح. لا خلى مصاري، لا خلى سيارات، لا خلى بيت نقعد بيه. ذهب من 25 سنة. أنا من يومي قبل ما يخلق هو أنا بيتي معمره بكلفني 50 مليون من 25 سنة، وتعرف كل الدنيا. وأراضي عندي ومصاري عندي. يوم جيت لعنده عندي جراند قصير حقها أخذتها من تبع القلعة عمران ب 24,000 دولار. مو على دوره صار عندنا مصاري. يا أخي هذا الزلمة بقى يعني أنا يا بدي أرحل من هالبلاد وأطلع على زيزون أنا وشبابي، عندي 150 شاب. يا بدي أطلع على زيزون يا عتق ما راح يعتقني. وعم يدور علي ودافش، صار بعالم عم تتصل علي دافشها ومبطلها مشان يقتلنا. زلمة ما راح يتركنا بحالنا. ويا أخي زلمة قوي والله القوي. ما احنا ما يا نروح على زيزون نقعد هناك ولا حول ولا قوة ونظل تحت قصف النظام أشرف.
ما في حدا يرضى. اتركونا خليه نفوت له، اخي لا حد يضربنا من ورا نحن نفوت له. اذا ما فتنا له للقياده معناته احنا زلمه انذال وخالين من دين الاسلام. ولا يقشك لا يقشكم الهوبره والهنيه، والله برا حد مصدان حقهم فرنجين. اقسم بالله حقهم فرنجين. يا حاج شردنا وشرد ولادنا، وين الاسلام؟ وين الدنيا؟ وين هالنسوان هذن الحراير اللي اغتصبهن اليوم بالليل؟ انا الحد بعالم تكفل اليوم بالليل اجيب لكم نسوان مغتصبهن وزلمهن ماخذهن على المشافي، وهي الصور عندي. قليل الدين يا معقوله من يوم لبيك يا اختها لهالساعه ولا يغشك؟ اقسم بالله العظيم اجبن خلق الله وما عنده غير مرتزقه.